أجبني بشكل دقيق. لدينا أم مغربية لديها مشاكل مع زوجها لم يعد يريد أن يجدد لها الفيزا. فهنا ما هو الحل الذي يجب على هذه الزوجة أن تقوم به؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد معنا على القناة. اليوم فيديو مختلف، فيديو غادي نطرحوا فيه مجموعة ديال الأسئلة على الذكاء الاصطناعي. هاد الأسئلة كتتعلق بدولة ماليزيا، بما أننا هضرنا بزاف على الموضوع ديال الفيزا والزوج والكفيل وهذا، فهناك مصدق وهناك مكذب. فأنا صراحة فكرت وقلت علاش ما نطرحوش هاد الأسئلة على الذكاء الاصطناعي ونشوفوا الرأي ديالو، حتى هو ناخذ الرأي ديالو، ومن هنيت ربما نستافدوا أو نكتشفوا معلومات جديدة. خليكم معنا حتى نهاية الفيديو باش تشوفوا الرأي ديال الذكاء الاصطناعي اشنو تيقول. وكذلك بغيت نقول لي مازال ما اشتركش معنا في القناة يشترك معنا، واللي عجبو الفيديو دير لينا لايك، شاركونا الآراء ديالكم. بسم الله على بركة الله نبدأ. اول حاجه غنطرح السؤال على الذكاء الاصطناعي، غادي نقول ليه اشنو هما الاحتمالات اللي ممكن نقدروا نمشيو بهم قانونيا ونستقروا في دولة ماليزيا قانونيا، وغنشوفوا الجواب ديالو اشنو غادي يكون. مرحبا، اهلا وسهلا، كيف اقدر اساعدك اليوم؟ ما هي الامكانيات اللي نقدر نمشي بها لدولة ماليزيا ونقدر نستقر كمقيمة قانونيا؟ طبعا في ماليزيا في عدة برامج الهجرة والإقامة. مثلا عندهم برنامج ماليزيا باي هير، ماليزيا ماي سكند هوم، اللي يتيح للمقيمين الأجانب بالإقامة طويلة الأمد، وكمان في برامج عمل أو استثمار تقدر تعتمد عليها. كل برنامج له متطلبات معينة، سواء من الناحية المالية أو العمرية أو حتى خبرات العمل. إذا عندك تفاصيل أكثر أقدر أساعدك بشكل أدق. أعطيني كيف يمكن للأجنبية أن تقيم في ماليزيا بشكل قانوني؟ أكيد بشكل عام الأجانب يقدروا يقيموا في ماليزيا من خلال عدة مسارات. مثلا واحد، برنامج ماليزيا باي هير MM3H. هذا البرنامج يسمح بالإقامة طويلة الأمد، وغالبا يتطلب إثبات دخل معين ورأس مال معين. 2، تأشيرات العمل. إذا حصلت على عرض عمل من شركة ماليزية ممكن تحصل على تأشيرة عمل. 3، تأشيرات الدراسة. إذا كنتي طالبة تقدري تحصلين على تأشيرة دراسية من خلال التسجيل في جامعة ماليزية. 4، تأشيرات الاستثمار. إذا كنت تنوين الاستثمار في مشروع تجاري ممكن تحصلين على تأشيرة إقامة. كل خيار له شروطه ومتطلباته، وطبعا ممكن تستفسرين أكثر من خلال القنصليات أو المواقع الرسمية. حسنا، بالنسبة للدراسة ما هي الأشياء التي تطلبها دولة ماليزيا؟ أكيد بالنسبة لتأشيرات الدراسة في ماليزيا عادة تتطلب الأمور التالية. 1، قبول من مؤسسة تعليمية. لازم يكون عندك قبول رسمي من جامعة أو معهد معترف به في ماليزيا. 2، إثبات القدرة المالية. غالبا تحتاجين إلى إثبات أنك قادر على تغطية تكاليف الدراسة والمعيشة خلال فترة الإقامة. 3، شهادة اللغة. بعض المؤسسات تطلب شهادة إتقان اللغة الإنجليزية مثل IELTS أو TOEFL. 4، التأمين الصحي. مطلوب تأمين صحي يغطي فترة الدراسة. 5، الرسوم والتأشيرة. دفع الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة الدراسية. وبالتأكيد كل جامعة أو معهد قد يكون لديه متطلبات إضافية، فدائما يفضل الاطلاع على متطلبات المؤسسة التعليمية المحددة. حسنا، بالنسبة للزواج بأجنبية بماليزي. بالنسبة للزواج في ماليزيا في بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها. أولا، يجب الحصول على الموافقة من السلطات الماليزية، وغالبا يتطلب الأمر تقديم مستندات مثل جواز السفر وشهادة الميلاد، وأحيانا شهادة عدم ممانعة من بلدك. ثانيا، في حالة الزواج من ماليزيا قد يكون هناك متطلبات دينية أو ثقافية بحسب الديانة والمذهب. ثالثا، بعد الزواج يتم تقديم طلب الإقامة للزوجة الأجنبية، وغالبا يحتاج الأمر إلى إثبات العلاقة الزوجية
أحيانا بعض الفحوصات الطبية. كل هذه الإجراءات تختلف قليلا حسب الولاية أو المنطقة في ماليزيا، لكن هذه هي الخطوط العريضة. وإذا عندك أي استفسار معين ممكن نتعمق أكثر. بالنسبة للزوجة مغربية تتزوج بماليزي، كيف يمكنها؟ هل بمجرد أن تتزوج بماليزي تحصل على إقامة دائمة أم ماذا؟ ما هو القانون؟ بشكل عام الزواج من ماليزي لا يعني الحصول الفوري على الإقامة الدائمة. عادة تبدأ الزوجة بالحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة مرتبطة بالزواج، وتحتاج إلى تجديدها بشكل دوري. وبعد فترة من العيش في ماليزيا كزوجة لمواطن ماليزي قد تكون مؤهلة للتقدم بطلب الإقامة الدائمة. تختلف المتطلبات من حيث مدة الإقامة وطبيعة العلاقة، وغالبا يتطلب الأمر تقديم مستندات تثبت استمرارية الزواج، وأحيانا إجراء مقابلات أو فحوصات. فإذا كان الهدف هو الإقامة الدائمة فالعملية تحتاج إلى وقت وصبر، لكن مع الاستمرار والتقييد بالإجراءات القانونية يمكن الوصول إلى ذلك. حسنا، ما هي المدة التي تحتاجها الزوجة لتجدد الإقامة، وكم مدة الإقامة؟ عادة الإقامة المبدئية للزوجة التي تتزوج من ماليزيا تكون لمدة عام أو عامين، ويتم تجديدها بشكل دوري. وغالبا بعد عدة سنوات من الإقامة يمكن التقدم بطلب الإقامة الدائمة. المدة المطلوبة للتجديد تعتمد على الحالة الفردية، لكن في الغالب يتم التجديد كل سنة أو سنتين. وبمرور الوقت وبالالتزام بالشروط تصبح الزوجة مؤهلة للحصول على إقامة طويلة الأمد أو الإقامة الدائمة. هل تستطيع الزوجة تجديد الإقامة بدون الحاجة إلى الزوج؟ عادة في ماليزيا تجديد الإقامة على العلاقة الزوجية نفسها، فبمجرد انتهاء العلاقة أو الطلاق قد يتأثر وضع الإقامة. في الغالب إذا كانت الزوجة ترغب في البقاء في ماليزيا بعد انتهاء الزواج ستحتاج إلى تغيير وضعها الإقامي، إما من خلال الحصول على تأشيرة عمل أو دراسة أو أي نوع آخر من التأشيرات التي لا تعتمد على الزواج. بالتالي الحفاظ على الإقامة بعد انتهاء الزواج يتطلب الحصول على نوع آخر من التأشيرات أو تغيير الوضع الإقامي بشكل قانوني. هل ولا بد من الزوج لكي تتجدد الإقامة؟ بشكل عام في حالة الإقامة التي تعتمد على الزواج غالبا يكون وجود الزوج ضروريا لتجديد الإقامة، لأن العلاقة الزوجية هي الأساس الذي يمنح بناء عليه تصريح الإقامة. ولكن إذا انتهت العلاقة الزوجية فقد تحتاج الزوجة إلى البحث عن بديل قانوني للإقامة، مثل الحصول على تأشيرة عمل أو دراسة أو استثمار. لذلك وجود الزوج يسهل عملية التجديد، لكن ليس بالضرورة أن يكون الشرط الوحيد، فهناك بدائل قانونية أخرى متاحة. حتى لو كان لديها أطفال لا تستطيع أن تقدم تجديد الإقامة كونها أم لأطفال ماليزيين؟ بالفعل في ماليزيا وجود أطفال ماليزيين يمكن أن يكون عاملا مهما في تسهيل عملية تجديد الإقامة. فالأم التي لديها أطفال ماليزيون قد تكون مؤهلة للحصول على تأشيرات إقامة تعتمد على وجود هؤلاء الأطفال. وفي بعض الحالات قد يسمح لها بالإقامة الطويلة أو حتى الحصول على إقامة دائمة بناء على تلك الروابط العائلية. مع ذلك كل حالة تدرس على حدة، ومن المهم دائما التواصل مع الجهات المختصة أو الاستشارة القانونية لضمان اتباع الإجراءات الصحيحة. أجبني بشكل دقيق. لدينا أم مغربية لديها مشاكل مع زوجها لم يعد يريد أن يجدد لها الفيزا، فهنا ما هو الحل الذي يجب على هذه الزوجة أن تقوم به؟ بهذه الحالة من المهم أن تتواصل الزوجة مع الجهات المختصة في ماليزيا مثل إدارة الهجرة أو القنصلية المغربية لبحث الخيارات المتاحة. من بين الحلول الممكنة واحد التقدم بطلب تأشيرة بديلة مثل تأشيرة عمل أو دراسة إذا كانت مؤهلة لذلك، وهذا يتطلب العثور على جهة راعية في ماليزيا. 2 الحصول على استشارة قانونية من محامٍ متخصص في قضايا الهجرة بحيث يمكنه مساعدتها في فهم حقوقها وإجراءاتها القانونية. 3 الاستفادة من وضع الأطفال، إذا كان لديها أطفال ماليزيون فقد تكون مؤهلة للحصول على تأشيرة تعتمد على وجود الأطفال، أو حتى التقدم بطلب إقامة إنسانية في بعض الحالات.
4 التواصل مع السفارة المغربية للحصول على الدعم والمشورة وربما المساعدة في التواصل مع السلطات الماليزية. في كل الأحوال من المهم أن تتحرك بشكل قانوني وبسرعة لضمان حقوقها واستقرارها. بالنسبة لهذه الزوجة فهي تقول أنه لا يوجد حل آخر بديل عن الزوج، ولا بد من الكفيل، ولا بد من الزوج هو الذي يستطيع أن يجدد لها الفيزا. وبالنسبة لأطفالها فهم لا يمكنهم مساعدتها بما أنهم قاصرين حاليا. هل كلامها صحيح؟ فعلا في بعض الحالات قد تكون القوانين والإجراءات صعبة وتجعل الاعتماد على الزوج ضرورية لتجديد الإقامة، خاصة إذا كانت التأشيرة مرتبطة بشكل مباشر بالعلاقة الزوجية. وفي هذه الحالة قد يكون من الصعب الاعتماد على الأطفال القاصرين في تغيير الوضع الإقامي، لأنهم لا يزالون تحت الوصاية وغالبا لا يمكنهم تقديم طلبات إقامتهم بشكل مستقل. مع ذلك يفضل دائما البحث عن استشارة قانونية متخصصة، لأن القوانين قد تتغير أو يكون هناك استثناءات معينة، وفي بعض الأحيان قد تتوفر حلول أخرى مثل التقدم بطلبات إنسانية أو اللجوء إلى برامج خاصة. لكن في النهاية الأمر يعتمد على تفاصيل الحالة وظروفها. خليني أعطيك الحالة بالضبط وأعطيني الحل المناسب. حسنا؟ طبعا. حسنا، أنا مستعد تماما للاستماع للتفاصيل الكاملة لحالتك، وبإذن الله سأحاول مساعدتك بأفضل شكل ممكن. عندما تكون مستعدا أخبرني خوتي باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، فقررت أنني نحبس هنايا حتى نرمي لكم الجزء الثاني إن شاء الله. إلا وصلتوا حتى لهنا وعجبكم الفيديو شاركوني الآراء ديالكم وطرحوا الأسئلة ديالكم اللي بغيتوا نديرها في الفيديو القادم أو في الفيديوهات القادمة. غنحاول نقسم الأسئلة باش ما يجوش كتارين. نلتقي إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.